وكل عمل خالطه الشرك فهو باطل، وكل عمل أسس على البدعة فهو باطل، ولا يصح إلا ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان كثير العلم والكتب، ما دام أنه مبتدع فلا ينفعه علمه ولو كان غزير العلم متبحرا في العلم. إذا لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يعمل بقول فلان وفلان فإن علمه لا فائدة فيه وكتبه لا يستفيد منها. قال الله تعالى في اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا مثل الحمار اللي عنده مكتبة ضخمة وهو مبتدع ولا يعمل، هذا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يستفيد منها.